أبناء الطلبة. ده الناظر عبد المعطي، أشهر ناظر مدرسة جه في تاريخ الفن المصري بل والعربي كمان. وده بابا رمضان السكري، أشهر أب جه في تاريخ المسرح الكوميدي كله. السؤال بقى يا شقيق، هو مين حسن مصطفى ده؟ وليه أصلا حسن مصطفى؟ مبدئيا كده انت لازم تبقى عارف كويس قوي ان الراجل ده مش مجرد فنان عادي او ممثل كوميدي بنحب له ادواره وخلاص، لا، انت هنا قدام مكتبة فنية وثقافية فيها جزء كبير قوي من تاريخ مصر الثقافي، مكتبة متجسدة في شخص الراجل ده حسن مصطفى. وخصوصا بقى لما انا عرفت تفاصيل اكتر عن حياته، في مقولة بتقول ان التمثيل أن لا تمثل. الجملة دي يا شقيق لو عاوز تطبقها على شخص معين بحذافيرها، أفضل ممثل تطبق عليه الجملة دي هو حسن مصطفى. يعني مثلا وهو بيعمل دور الناظر في مدرسة المشاغبين، انت مش حاسس ان الراجل ده بيمثل، الراجل ده مصدق ان هو ناظر فعلا، ومصدق ان هو ناظر هايف كمان، ومصدق للدرجة اللي مخلياك انت متعلق بالشخصية دي لحد النهارده. وكل ما بتتفرج عليه في المسرحيه هو بيضحكك. والصراحه مش هو بس اللي كان واصل لهذه المرحله من الصدق، كلهم كانوا واصلين لهذه المرحله، لكن حسن مصطفى بقى يا شقيق كان دايما كده في كل ادواره حتى قبل مدرسة المشاغبين. يعني عندك مثلا وهو بيعمل دور فانتوماس مع فؤاد المهندس في فيلم مطاردة غرامية، الدور ده اصلا المفروض ما يليقش على شخص بملامح الغلب والطيبه اللي في وش حسن مصطفى. يعني تخيل معاه كده فانتوماس ده هو اللي بيخلي فؤاد المهندس يعرف ستات كتير، وهو اللي بيعمل له الجدول في مواعيده الغراميه، ويمكن عشان خاطر كده الدور كان بيضحك. لكن تعال نتفق يا شيء ان حسن مصطفى لم يكن ميلاد الصدفه، لا، الراجل ده نتاج حقبة ثقافية فنية غنية احنا مفتقدينها دلوقتي. وعشان خاطر كده لما إسعاد يونس هتسأله في برنامجها صاحبة السعادة عن مشواره الفني، هو أول جملة هيقولها لها البداية. هو الحقيقة أنا بدايتي يعني إيه؟ يعني بحمد ربنا عليها. أنا ربنا سبحانه وتعالى سخر لي الوقت والزمن والناس، سخرهم لصالحي أو لتواجدي. حسن مصطفى شقيق مواليد 1933، وعلشان نفهم ليه قال لإسعاد يونس جملة زي بتاعت أنا ربنا سخر لي الوقت والزمن والناس اللي ساعدوني في طريقي، لازم نعرف ايه اللي كان بيحصل في مصر في الوقت ده، وازاي واحد زي حسن مصطفى استفاد من المناخ اللي كان موجود في مصر ساعتها. بيحكي حسن مصطفى انه هو صغير في مدرسة الأولية، ومدرسة الأولية دي لأن زمان كان التعليم في مصر متقسم لأولية وابتدائية وثانوية وجامعة، مفيش بقى لا جريد 1 ولا جريد 2 ولا الكلام الحموصي ده، لا، هي أولية ابتدائية ثانوية جامعة، مفيش إعدادية حتى. المهم يا شقيق ان حسن مصطفى كان بيحكي ان في طفولته كانوا دايما بيذيعوا برنامج في الراديو اسمه حديث الثلاثاء. البرنامج ده اللي بيقدمه عميد الادب العربي طه حسين، وكان بيقدمه طه حسين باللغه العربيه الفصحى، وبيجي بعدها على طول بيوم يوم الاربعاء في الاذاعه برنامج بيقدموا فكرة أباظة باللغة العامية. المهم ده المحتوى اللي كان بيتقدم على السوشيال ميديا في الوقت ده، لأنه الراديو كان بيعتبر هو سوشيال ميديا العصر. المهم حسن مصطفى بيقول لك ان حسن مصطفى بيكبر وبيعدي مرحلة مدرسة الأولية وبيخش الابتدائية. في الابتدائية بقى بيجي نجم حسن مصطفى اللي بسببه حب اللغة العربية الفصحى المدرسة. طبعا النجم اللي أنا قصدي عليه ده طه حسين. تخيل إن الوقت ده الأطفال في المدرسة كان بالنسبة لهم نجم المجتمع هو طه حسين، علشان تبقى مستوعب إحنا فين. طه حسين بيحضر حفلة المدرسة، وكان تقريبا في عيد العلم، ومدرس العربي بيطلع حسن مصطفى يقرأ قصيدة الشعر اللي هو محفظها له وعاملين عليها بروفات قدام طه حسين. طه حسين بيسمع حسن مصطفى وبيسمعه لحد ما يخلص، واول لما بيخلص بيطلب انهم يجيبوا له التلميذ اللي قرا القصيده. فالمهم راح حسن مصطفى لطه حسين، وطه حسين اول ما شافه ساله ما اسمه، فقال له حسن مصطفى. فطه حسين ساله تاني وقال له واسم جدك، فقال له حسن مصطفى اسماعيل. فطه حسين ساله تالت وقال له وجد جدك، فقال له حسن مصطفى اسماعيل عبد الباسط الشريف. ضحك طه حسين كده وساله كيف تعلم
تعلمت اللغة العربية. فحكى له حسن مصطفى ازاي يتعلمها. فطه حسين في نهاية حديثه معاه أهداه نسخة من كتاب الأيام وممضي عليها من طه حسين نفسه، علشان تفهم مدى تأثير موقف زي ده على طفل في مرحلة الابتدائية في الوقت ده كان عامل ازاي. شوف حسن مصطفى هنا وهو بيقول لإسعاد يونس انه لسه محتفظ بالنسخة دي لحد النهارده. شوف الحماس اللي الراجل العجوز ده اللي غالبا كان في الوقت ده سنه معدي ال70 سنة بيقول لها انه لسه محتفظ بنسخة الكتاب ده معاه لحد النهارده. احنا هنا المخرج السيد بدير، والمخرج السيد بدير في الوقت ده كان بيخرج في المسرح لفرقة مين؟ إسماعيل ياسين ملك الخمسينات. وبالفعل بياخد السيد بدير حسن مصطفى معاه فرقة إسماعيل ياسين عشان يشغلوا فيها ممثل ويعمل أدوار صغيرة ويشتغل مدير فرقة تحت إشراف أبو السعود الإبياري. وفعلا بيفضل حتى خلال ال9 سنين دول في موقفين مهمين قوي حصلوا معاه هم اللي هيلخصوا لنا مسيرة الراجل ده وإزاي الراجل ده فضل مستمر بهذا النجاح طول مشواره الفني. بيحكي حسن مصطفى في احد لقاءاته ان اسماعيل ياسين كان بعد ما بيخلص مسرح او لما بيجي في وقت ما عندوش في شغل او فاضي كان بياخد حسن مصطفى معاه في عربيته وياخده ويفضلوا يمشوا بالعربيه في الاماكن اللي عاش فيها اسماعيل ياسين زمان قبل ما يتشهر. ويجي اسماعيل ياسين يركن عربيته قدام بيت كده ويفضل بص عليه بحزن وزعلان قوي ويقول له انا البيت ده في مره من المرات اتطردت منه علشان خاطر ما كانش معايا اجره الايجار. ويمشي شويه بالعربيه ويقف عند حته تانية ويقول له انا قبل كده كنت بروح انام عند الناس دي وساعات كنت بخش انام هنا وساعات تانية كنت بنام في الجامع ده. وبيحكي حسن مصطفى ان اسماعيل ياسين لما كان بيسرح في الكلام وهو بيحكي له عن ذكرياته زمان كان بيقعد يعيط وهو متاثر جدا بايام كفاحه وايام الشقه. يعيط لدرجه ان حسن مصطفى وهو قاعد معاه كان بيعيط من شده تاثره من الكلام اللي بيسمعه. الموقف التاني ده بقى يا شقيق ركز فيه معايا لانه هيتكرر تاني مع حسن مصطفى وهيكون سبب في تحول مشواره الفني كله. بيحكي حسن مصطفى للاعلاميه صفاء ابو السعود ان اسماعيل ياسين في الوقت ده كان بيعمل روايه اسمها فتافيت السكر في اسكندريه، ودي غالبا الروايه اللي اتحولت بعد كده لفيلم اسمه سكر هنا حسن محمد رضا. وفرقه اسماعيل ياسين في الوقت ده يا شقيق لو ما تعرفش فهي كانت بتعمل كل يوم روايه جديده. فمحمد رضا كان قاعد في اسكندريه وبعد ما عرض الروايه دي كان عنده يوم تصوير لازم ينزل القاهره عشان يعمله، وهو كان غالبا ما عندوش دور في الروايه الجايه. فقال لحسن مصطفى بص انا عندي تصوير ولازم انزل القاهره اعمل الدور ده، فانا هنزل وكده كده ما عنديش حاجه النهارده فداوي عليا في الجدول لحد ما ارجع. الدور بتاع محمد رضا ده يا شقيق كان حسن مصطفى بيحبه قوي وكان نفسه يعمله في يوم من الايام. المهم اسماعيل ياسين وهو راجع من القاهره رايح اسكندريه علشان خاطر يعرض المسرحيه بيقابل محافظ اسكندريه في القطر وبيقول له اسماعيل انا سمعت ان في روايه عندك اسمها فتافيت السكر عاوز اجي اشوفها النهارده. فاسماعيل ياسين راح قال لابو السعود الابياري عاوزين نعرض فتافيت السكر النهارده. فابو السعود الابياري قال له بس دي مش في البروجرام بتاع النهارده. فالمهم قال له خلاص خلينا نعرضها علشان خاطر انا وعدت المحافظ واديته كلمه. فقال له خلاص ماشي هنعرضها. فابو السعود الابياري نده لحسن مصطفى وقال له رجع الديكور بتاع فتافيت السكر عشان نعرضها. طبعا حسن مصطفى قلق وما عرفش يعمل ايه وخاف اصلا يقول لابو السعود الابياري على ان محمد رضا مش موجود. فراح حسن مصطفى ساعتها لمحمود المليجي وطلب مساعدته، وفعلا بيتدخل محمود المليجي وهو اللي بيتصدر لابو السعود الابياري. ابو السعود الابياري بعدها بيسال محمود المليجي ويقول له طب مين اللي هيعمل دور محمد رضا؟ فالمليجي قال له حسن مصطفى هيعمله. وفعلا زي سمير خفاجه وبهجت قمر وفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي ويبداوا يعملوا مع بعض فرقه الفنانين المتحدين. وفي فرقه الفنانين المتحدين 11 مثل في مسرحيه سيدتي الجميله. مسرحيه سيدتي الجميله يا شقيق كانت معموله سنه 69. بعد سنه 69 او بعد مسرحيه سيدتي الجميله بالاخص حصل الانفصال المفاجئ بتاع فؤاد المهندس وشويكار عن فرقه الفنانين المتحدين، والانفصال ده حكينا تفاصيله في حلقه فؤاد المهندس. المهم بسبب الانفصال ده وخساره فرقه الفنانين المتحدين نجمها الاول فؤاد المهندس الفرقه بدات تخسر وكانت هتقفل كمان لحد ما سمير خفاجه بيقرر يعمل روايه اسمها مدرسه المشاغبين، والروايه دي هي اللي بتنقذ الفنانين المتحدين فعلا. المهم مدرسه المشاغبين لما جت تتعمل في الاول كانت بتتعمل بعبد المنعم مدبولي في دور الناظر ومعاه شويه شباب ومع الشباب حسن مصطفى في دور الملواني. نجم الفرقه مين في الوقت ده؟ المفروض عبد المنعم مدبولي. والمسرحيه دي زي ما انت عارف بتنجح جدا
والعيال الشباب دول بيبداوا يثبتوا نفسهم ويثبتوا احقيتهم في وجودهم على المسرح، فكل واحد فيهم كان بدا يزود افيهات ويرتجل على المسرح، وبداوا يزودوا للدرجه اللي تخلي المسرحيه بدل ما تبقى 2.5 تبقى 3 ساعات، ومدبولي يسكت ويعديها، فالشباب ما تسكتش وتزود اكتر لدرجه ان المسرحيه تبقى من 3 ساعات ل4 ساعات. هنا بقى مدبولي قال ما بديهاش، وروني هتعرضوا ازاي من غيري. وعشان الروايه ما يتوقفش عرضها وتتعطل، حسن مصطفى بيعمل دور الناظر، وعبد الله فرغلي بيعمل دور الملواني. تخيل بقى معايا كده لو عبد المنعم مدبولي كمل وحسن مصطفى ما عملش دور الناظر، انت مستوعب تاريخ حسن مصطفى كان ممكن يخس قد ايه؟ الموقف ده ما بيفكركش باللي حصل معاه في فرقه اسماعيل ياسين لما حسن مصطفى ركب دور محمد رضا انقاذا للموقف؟ المهم يا شقيق ان حسن مصطفى بيتالق كالعاده، وكل الشباب اللي حواليه بيتالقوا كالعاده، والمسرحيه متالقه، والعالم كله بيدور على العيال المشاغبين دول بالناظر بتاعهم. وفي عز ما المسرحيه متالقه، سمير خفاجه بيقول لعادل امام عاوزين نعمل روايه جديده، فعادل امام في الوقت ده بيقول له لا انا عاوز اعمل مسرحيه لوحدي. فحسن مصطفى بيحكي انا لما سمعت عادل امام بيقول كده لسمير كنت عارف ان سمير بيضعف قدام عادل وهيوافق على انه يعمل له روايه لوحده، وانا صعب عليا النجاح اللي كنا عاملينه انا والمجموعه ساعتها وكان لازم نستغله، وعشان كده رحت لبهجت قمر وحكيت له اللي حصل وقلت له احنا لازم نعمل روايه جديده. المهم بهجت قمر قال لحسن مصطفى انا عندي روايه اجنبيه همصرها وهتعجبك قوي، عشان في الاخر خالص نشوف مسرحيه العيال كبرت. وهنا بقى يا شقيق حسن مصطفى بيقدم لنا شخصيه رمضان السكري. عبقريه الزمان والمكان هنا ان حسن مصطفى هنا كان شبه زمنه قوي، من وهو طفل صغير حريص على انه يسمع طه حسين في الراديو، وفي نفس الوقت ده تلاقي حسن مصطفى قريب من كل الاجيال اللي هو اتعامل معاها، سواء كانت اجيال قبله زي اسماعيل ياسين او اجيال من جيله هو شخصيا زي فؤاد المهندس، او جيل اصغر منه زي عادل امام. يعني مثلا بعد ما عدى سنين كتير على مدرسه المشاغبين بتشوف الناظر عبد المعطي بيقابل تلميذه بهجت الاباصيري في افتتاحيه فيلم مرجان احمد مرجان، والمشهد اللي بيتحول من افتتاحيه الفيلم لاجمل واشهر مشاهد الفيلم. الغريب في المشهد ده ان الانتاج لما كلم حسن مصطفى علشان يعمل المشهد، حسن مصطفى رفض انه يجي يعمل المشهد ورفض الدور، لكن عادل امام كلمه مخصوص علشان يعمل معاه المشهد ده، وقال له كده باللفظ انت عاوز تسيبني لوحدي في المشهد ده، والمشهد ده هو مفتاح الروايه. فحسن مصطفى وافق وراح عمل المشهد. حسن مصطفى يا شقيق اعماله السينمائيه والتلفزيونيه كتير قوي ومميزه جدا، وصعب ان انا احصرها لك واعدها لك من كثرتها ومن تنوعها، لكن الاكيد اننا كل عيد بنتفرج عليه في المشهد ده. امين ما تعملوا كده هوطي راسي وهقعد مش هسافر. اول مره اشوف في حياتي عيال تمشي ابهاتها على كيفها. تفهموا ايه في الدنيا عشان تخططوا لي حياتي؟ خبرتكم كلها كام سنه؟ ايه اللي تعرفوه عن الدنيا غير اللي بتعوزوه بتلاقوه؟ حد فيكم سأل نفسه بعمل ايه عشان انفذ له طلباته؟ حد فيكم سأل نفسه بعمل ايه عشان يفضل البيت ده مفتوح؟ كل لقمة عيش دخلت البيت ده، كل فتلة خيط اتجمعت جنب التانية وعملت لأي واحد فيكم قميص أو بنطلون. أنا اللي دفعت ثمنها دم وعرق. أنا حسن مصطفى يا شقيق علمني إن الموهبة لوحدها مش كفاية، وإن الحلم لوحده برضه مش كفاية، وإن حتى الاجتهاد لوحده ساعات كتير ما بيبقاش كفاية. الأهم إن ربنا يكتب لك إنك تعيش في الزمن الصح وتقابل الناس الصح وتقف في المكان الصح. من الآخر كده مش زي ما أمير عيد قال مش يمكن ده مش مكاني أو الزمان ده مش زمان، لا، حسن مصطفى كان موجود في مكانه وكان موجود في زمانه، وكان الأهم من إنك تبقى موجود في مكانك وزمانك إنك تبقى مستعد لكل فرصة هتجيلك، لأن لو ما كنتش مستعد الفرصة هتعدي من قدامك وهي رايحة لغيرك. فعشان خاطر كده يا شقيق حسن مصطفى لما محمد رضا غاب كان هو البديل في مسرحية فتافيت السكر، ولما عبد المنعم مدبولي ساب مدرسة المشاغبين كان هو الناظر، ولما عادل إمام احتاجه بعد سنين كان لسه موجود بنفس القيمة ونفس الروح اللي عودنا عليها في كل أعماله. حسن مصطفى في ذاكرة الناس في كل عيد بنشوف فيها مدرسة المشاغبين أو العيال كبرت، وفي كل مرة بنتفرج عليه في المسرحيتين دول بنضحك وكأن المسرحية دي بتتعرض لأول مرة. في فنانين كتير بياخدوا بطولات وفي فنانين بياخدوا مكان في قلوب الناس، لكن حسن مصطفى خد الاتنين
من غير ما يطلبها. سلام يا شقيق.